أهلا بكم متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذا الخبر الجديد على قناتكم مغرب شكل. هذا عنوانه: ما تشريوش الدجاج في المغرب، مرض خطير يصيب الدجاج ويقتل منها ملايين الرؤوس. وهذه التفاصيل. قبل ما نبداو ما تنساش دير جيم واشتراك باش كنت الأول اللي كتوصل بالأخبار المغربية دائما. إلى التفاصيل. تسببت الحرارة المفرطة في نفوق نسبة من الدواجن بعدد من الضيعات الفلاحية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد تسجيل المغرب درجات حرارة قياسية أثرت بالسلب على الإنتاج الفلاحي. الحرارة المفرطة هي السبب الرئيسي في نفوق نسبة من الدواجن بعدد من الضيعات الفلاحية خلال الأسبوعين الماضيين بعد تسجيل المغرب درجات حرارة قياسية أثرت سلبيا على الإنتاج الفلاحي. مصدر مهني أوضح أن موجة الحرارة غير المسبوقة أدت إلى نفوق الكثير من الدواجن، وهو ما أسهم في ارتفاع الأسعار من جديد بعد الاستقرار الذي شهدته أثمان الدواجن بعد عيد الأضحى. وتسببت الحرارة المفرطة في خسائر فادحة للمهنيين بفعل تراجع إنتاج الدواجن، بالنظر إلى أن عملية الإنتاج تتطلب توفير ظروف خاصة في الضيعات الفلاحية، الأمر الذي لم يتحقق مع درجات الحرارة القياسية. مصطفى المنتصر رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن قال إن الإنتاجية انخفضت منذ أسبوع تقريبا نتيجة الحرارة المسجلة بجميع الحواضر والبوادي، مؤكدا أنها تقلصت ب25%. وأضاف المنتصر في تصريحات إعلامية أن انخفاض الإنتاجية أدى مباشرة إلى ارتفاع الأسعار من جديد في الأسواق، وهو ما يفسر تصاعد أثمان الدجاج في الأسبوع الأخير. وتابع المصدر نفسه كلامه بأن الحرارة عامل أساسي في ارتفاع الأسعار، لكن توجد عوامل أخرى تفسر ذلك خلال شهر غشت، خاصة المناسبات الاجتماعية التي يشهدها المغرب بما يشمل الأعراس والحفلات.